اليوم جينا لندن، وجينا بالضبط لرولز رويس، وحده من اغلى الشركات اللي كاينين في العالم. جينا حتى المقر ديالها باش نعرفوا علاش هاد الشركه غاليه وشنو الحاجه اللي خلاتها تكون شركه من ارقى الشركات اللي كاينين في العالم. مدينة مانشستر، وبالضبط في عام 1904 غادي يتلاقاو جوج ديال الاشخاص. الشخص الاول سير هنري رويس، كان واحد الرجل اعمال كبير في بريطانيا وناجح ومعروف بزاف، وكان صاحب شركه رويس ليميتد اللي كتصنع محركات الطائرات والمعدات الكهربائيه. عليها كيتقال ان رولز رويس كانت كتصاوب محركات الطيارات قبل ما تولي سياره. الشخص الثاني تشارلز رولز، كان واحد الشخصيه طموحه ورائده في مجال صناعه السيارات، بحيث في عام 1902 كان اسس واحد الشركه اللي سميتها تشارلز رولز، اللي كانت كتستورد السيارات للسوق البريطانيه وكتسوقها تما. من بعد هذا اللقاء غيقرروا هاد الشخصين يديروا واحد التعاون استثنائي، واتفقوا في البدايه على انهم يصنعوا واحد السياره اللي تكون فاخره وفائقه الجوده والاداء وكتعطي الرفاهيه والتميز. وبالفعل في عام 1906 تاسست شركه رولز رويس رسميا، وتم الاعلان على اول سياره ديالها اللي هي رولز رويس 10 هورس باور، وتم انتاج عدد قليل منها، وفعلا حققت واحد النجاح وحققت واحد الشهره بفضل الجوده ديالها والاداء المتميز. هذه الجوده والاداء المتميز كانوا هما العنوان اللي مشات عليه رولز رويس للمده ديال اكثر من قرن من الزمن، ولا ضفنا عليها بزاف ديال الاسباب خلات رولز رويس واحده من افضل السيارات اللي كاينين في العالم، ان لم تكن الافضل. اول سبب واللي باش كنذكروا رولز رويس كيجينا في بالنا وهو الفخامه والتصميم الرفيع، حيت كما كتعرف كتمتع رولز رويس بواحد التصميم داخلي جد انيق اللي كيجمع بين الكلاسيكيه والتفاصيل الحديثه. ثانيا الجوده العاليه، يعني السياره كتصنع بافضل المواد والتقنيات، وكيتم فحص كل عنصر بعنايه فائقه، وكيتم التركيز على ادق التفاصيل، بحيث اكثر من 60% من السيارات اللي صنعت رولز رويس قدام ولا جداد باقيين صالحين للاستعمال حتى لدابا. ثالثا الاداء القوي، يعني مزوق من برا اخبارك من الداخل. رولز رويس كتصنع محركات طائرات نفاثه، يعني في نظركم كيفاش غيكون المحرك اللي في السياره ديالها؟ فطبعا هي واحد المحركات اللي قويه وعندها واحد التسارع اللي جد قوي. رابعا الراحه والمساحه، غير باش نتفاهموا رولز رويس راه كتعتبر من اكثر السيارات راحه في العالم بسبب الراحه اللي كتوفرها لك في المقاعد، حتى المساحه الواسعه اللي كاينه في السياره واللي كتخلي الركاب يتمتعوا بواحد الراحه حتى في الرحلات الطويله. اللي كنتي غادي في الشارع وبانت لك شي سياره رولز رويس بغيتي تعرف الثمن ديالها فما غيمكنش لك تعرفه. علاش؟ بسبب سياسه تخصيص وتفرد، حيت عند رولز رويس كيمكن للعميل يخصص السياره ديالو وفقا للاحتياجات اللي باغي هو على حسب الذوق ديالو، من تصميم داخلي، من مواد مستعمله، حتى الالوان المرغوب فيها، بيان سور حتى التخصيصات ديال العجلات والمرواد وحتى لي زوبسيون الانظمه المستعمله، حتى لدرجه انه قليل جدا في كتلقى جوج ديال السيارات رولز رويس بحال بحال ولا كتستعمل نفس اللون، حيت رولز رويس كتعطيك واحد التشكيله ديال الالوان اللي كتوصل حتى ل 44 الف لون، وحتى ما عجبوكش السيد المشاهد كيعطيوك تصاوب واحد اللون ديالك خاص، والشركه كتسميه بسميتك نتايا، ما عند الحق حتى شي واحد يستعمله الا ما رجعوش ليك. وهذا الشيء بالاضافه للعملاء اللي كيبغوا السيارات ديالهم بالذهب، الماس، الاحجار الكريمه. اذا حتى لهنا عرفنا بعض الاسباب اللي كتخلي رولز رويس من افضل السيارات في العالم، ولكن هذه الاسباب ماشي كافيه باش توصل رولز رويس لديك المرتبه اللي هي فيها اليوم. بالنسبه لي انا فكاينين جوج ديال الاسباب خلاو الشركه توصل لهذه المرتبه اللي هي فيها. السبب الاول وهو قله المنتوج، اي الندره، ماشي اي واحد يقدر ياخذ رولز رويس، حيت الشركه كتصنع غير 15000 سياره في العام. الا قارناها مع شي شركه اخرى مثلا بحال تويوتا راه كتنتج عشرات الملايين ديال السيارات في العام، يعني هنا غيبان لكم الفارق في الانتاج. وهنا ما نساوش راه السيارات ديال رولز رويس كاملين كيتصنعوا يدويا، وكل سياره راه كتاخذ اكثر من 6 شهور باش توصل للعميل. السبب الثاني والسبب الرئيسي اللي كيخلي رولز رويس عندها هذه المكانه اللي هو السمعه والتاريخ القوي اللي عند الشركه مع العائلات الملكيه والعائلات الحاكمه، بحيث انه في اول عام في عام 1906 ملي تاسست رولز رويس فالملك البريطاني انذاك ادوارد السابع شرى سياره رولز رويس حيت كانت بريطانيه الصنع، وهذا الشيء ساهم في تعزيز السمعه ديال الشركه بين الطبقه الغنيه والطبقه الحاكمه، وزاد شعرها في الاوساط الملكيه. واللي شفنا اليوم غنلقاو بزاف ديال الملوك وبزاف ديال الحكام بزاف ديال لي ستار كيمتلكوا سيارات رولز رويس. العائله الملكيه المغربيه كتمتلك هذه السيارات، فضلا عن العائله الملكيه في السعوديه، في الكويت، في البحرين، في الامارات. وإلا شفنا كنلقاو حتى المشاهير في العالم كامل في جميع المجالات كيمتلكوا سياره رولز رويس. اذا فرولز رويس ما كتعتبرش غير سياره، وانما كتعتبر رمز لواحد الطبقه اجتماعيه معينه. وحتى الناس اللي كتمتلك رولز رويس فهي ما كتقارنش راسها بالناس اللي عندها سيارات، وانما كتقارن راسها بالناس اللي عندهم الطائرات الخاصه واليوخوت. وهذا هو السبب الرئيسي اللي خلى رولز رويس تكون من افضل وافخم السيارات في العالم. اذا حتى لهنا حاولنا نعطيوكم فكره على رولز رويس، وفي انتظار التعليقات ديالكم على شي مارك كتعجبكم وباغيين تعرفوا التاريخ وبعض الجوانب ديالها. سلام.